احنا كلنا اتبرمجنا، كلنا. مفيش حد فينا كل القرن اللي فات ده ما اتبرمجش. تعالوا معايا اقول لكم ايه اللي حصل وايه المشكله وفين بالظبط هتلاقي مشكلتك. في كتاب اسمه الحقيقه الخفيه للدكتور ابراهيم كريم، كان بيتكلم فيه على انشقاق الكون. قال لك ان انشقاق الكون بدأ من ذره. الذره دي احنا ما بنسميهاش ذره، في علم الهندسة الحيوية بيسموها سايكون، وكان هي عبارة عن حاجتين: الحس والفكر. وبالتالي أول بداية الخلق قالك عليها إن هي بتبدأ من تحت ومن فوقيها محصلة رسمها العلماء إنها صفر. صفر يعني ليس قبله شيء وليس بعده شيء، وهو الذات الإلهية التي ليس لها مثيل. وبعدين نزل من ربنا سبحانه وتعالى من قدراته وبأمره الانشقاق اللي حصل من بداية الخلق، اللي هو الذرة أو السايكون. السايكون عبارة عن حس زي ما قلنا، وكمان فكر. وبالتالي احنا كلنا كده على بعضنا بتبدأ حياتنا من الحس والفكر. الناس بقى اللي اتكلمت على البرمجة اللغوية العصبية وقالت ان النيورولينجويستيك بروجرامينج هو عبارة عن خزعبلات ولعب في العقول، يراجعوا نفسهم كده ويبصوا على النواة اللي موجودة في بداية الخلق اللي بيعتمد عليها كل الرولز اللي موجودة في حياتنا دلوقتي. تعالوا هقول لكم على حاجة كلنا عارفينها: الدعاية والإعلام كله عبارة عن إيه؟ ملايين بل مليارات بتدفع على مستوى العالم علشان يضحكوا علينا بكلمة، أو يضحكوا علينا بلغة أو بلون، عشان يوصلوا لنا حاجة، يسحبوا مننا العقل اللاواعي ويشتروه ويفرضوا علينا منتج، يفرضوا علينا فكرة، يفرضوا علينا ويسيطروا علينا في حاجات ملهاش أي لازمة في حياتنا وبتأثر علينا إلى الآن. تعالوا أحكي لكم على بقى حدوتة حصلت في الموضوع ده. بس قبل ما أحكيها لكم يلا بينا أحكي الانشقاق الأول طالع منه إيه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ فمن عمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن عمل مثقال ذرة شرا يرى. وبالتالي أنت بتبدأ عندك بفكرة، فكرة تتحول لقرار، والقرار بيتحول لعمل، والعمل بتتحاسب عليه. لو انت ما عملتش العمل ده انت مش هتتحاسب. وبالتالي هي الحكاية بتبدأ من الفكرة ومن الإحساس. لو فعلتهم لعمل خير بتتحاسب عليه، ما تفعلش لعمل خلاص ربنا مش هيحاسبك عليه ولا هيجازيك عليه، لا بالحلو ولا بالوحش. ولكن بالرغم من كده لو حلو هيديك عليها حسنة، لكن لو طبقتها هيديك عليها أضعاف الحسنة 10 أضعاف، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الكريم. حاجات متسلسلة في بداية الخلق بتوصلنا لحاجات كتيرة جدا، سلسلة من المعرفة وسلسلة من العلم هتقربك أكتر وأكتر من ربنا سبحانه وتعالى. نيجي بقى للنقطة اللي أنا قلت لكم نأجلها شوية. كان في واحد اسمه إدوارد بيرنس. إدوارد بيرنس لقى إن فرويد اللي ماسك علم النفس ونظريات علم النفس وأبحاث علم النفس اللي بتدرس في كل الجامعات، قال له تعالى بقى هنا يا خالي، تعالى هنا يا أنكل بقى، تعالى انت عمال تدي نظريات وجامعة ودراسة ونجاح وسقوط وانتشار العلم بتاعك، ما تيجي نستخدم العلم ده. وبدأوا يستخدموه فعلا في حاجات في الدعاية والإعلان لفرض أفكار معينة تخليك أنت مسيطر ومبرمج عليها. هي بدأت بإيه؟ بدأت بفكرة وحس. ده اللي أنا عايزة أقوله لكم من كتاب الحقيقة الخفية للدكتور إبراهيم، إنه قالك إن بداية الخلق حس وفكر، وبالتالي إحنا كلنا على بعضنا بنبدأ بالحس والفكر. لو تلاحظ إن أي ذنب اتعمل من أول ما سيدنا آدم وستنا حواء أكلوا من الشجرة، والفكرة اللي جات لهم من الشيطان، وأفكار تانية بتيجي من النفس، وأفكار تانية بتيجي من الهوى. وبالتالي أعدائنا حوالينا هو النفس والهوى والشيطان والدنيا اللي بتتجمع وبتتكالب علينا علشان تدينا فكرة. والفكرة ممكن تبقى لينا أو علينا لو أنت الإيجو بتاعك حلو،
لو انت عندك الضمير صاحي. دلوقتي انت استوعبت ان الكون بدأ بشطره من بداية ذرة، والذرة اسمها سايكون، وبدأت تتكون فيها الفكر والإحساس. وده according to دكتور إبراهيم كريم لما اتكلم في الهندسة الحيوية في كتاب الحقيقة الخفية. تعال بقى فكر، طب أعمل إيه علشان الفتن اللي موجودة حوالينا، علشان المشاكل النفسية، علشان أول ما تقوم من النوم المخ بيبقى لسه بيفكر إنه يتناقل الفايلز بتاعتك من العقل اللاواعي للعقل الواعي. فأول ما تصحى إحنا بنذكر ربنا سبحانه وتعالى. قبل ما اليوم ياخدك وتبقى بيزي، تعالى ابدأ يومك الأول بذكر الله، وبعدين اعدل قلبك وبصلة قلبك وافتكر إنك أنت توصلها بنور الله. نور الله اللي ربنا بيقول عليه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ونور الله موجود في صبغة الله، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، ودي موجودة في سورة البقرة. صبغة الله هو النور. فعلشان انت تستعيد نور الله حاول انك انت تبقى اوير قوي، وحاول انك انت تبقى متيقظ كده ان بصلة القلب فين قبل ما نشغل بأمور الدنيا. قلبك هيبقى دايما صاحي وبيوجهك للصح، لأن القلب اللي فيه البصيرة، وبالتالي البصيرة دي ليها علم تاني وقصة تانية في فيديو تاني هشرحهولك ازاي تعمل مناعة روحانية ونفسية تحميك من الفتن اللي في الدنيا كلها، وتحميك من المشاكل الأسرية والنفسية وكل ده. إن شاء الله نشوفكم على خير. سلام عليكم.